السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا بيكم. هنعمل مع بعض النهارده وصفه حلوه جدا وطعمها تحفه، اجنحه الفراخ المقرمشه. يلا بينا نبدا الوصفه. اول حاجه معانا اجنحه، طبعا غسلاها وقسمها 2 ومشرحاها بالسكينه عشان التتبيله تدخل لها وتستوي. عندنا دلوقتي التوابل بتاعتنا: كركم وكاري وبهارات 7 وتوم بودر وبصل بودر وقرفة وبابريكا وملح وفلفل اسود وكمون. دي بس التوابل بتاعتنا. وعندنا كوباية لبن. تمام كده. دلوقتي هنعصر نص ليمونة، نص ليمونة كبيرة، لو الليمونة صغيرة تبقى ليمونة كاملة. وعندنا كمان معلقتين خل. هنقلب كويس ونسيبها في التلاجة من بالليل ونعملها الصبح. انا دلوقتي هشيلها في التلاجة والصبح هكملها معاكم. دلوقتي انا خرجتها من التلاجة. معانا طبق فيه دقيق وتوابل من اللي احنا حطيناها في الجوانح. هنقلب كويس. ناخد الجوانح من التتبيلة اللي هي فيها للدقيق ونرجعها مرة كمان التتبيلة تاني. نضغط كويس. هنرجعها مرة تاني في التتبيلة اللي هي اللبن والتوابل والخل والليمون، ونرجعها مرة كمان في الدقيق. ما تقلقوش، هتبقى مستوية وتحفة، وكمان بتبقى مقرمشة من بره زي كنتاكي الجاهزة بالظبط. تمام كده. هنكمل باقي الكمية بنفس الطريقة، من التتبيلة للدقيق للتتبيلة للدقيق مرة كمان. بنكرر الخطوة دي مرتين. اهم حاجة بقى في التسوية ان الزيت يبقى سخن جدا، واول ما ننزل بالجوانح نوطي خالص علشان تبقى مستوية من جوه وبتطلع مقرمشة جدا. انا تبلتها من بالليل وعملتها الصبح. بتشرب التتبيلة وبيبقى طعمها جميل. هنكمل كل الجوانح بنفس الطريقة. دلوقتي هنسوي. الزيت طبعا سخن. اول ما هننزل بالجوانح هنوطي جدا عشان تستوي. هقليها وارجع لكم. دلوقتي انا حمرتها وبقت بالطريقه الجميله دي. جربوها، واللي اول مره يشوف القناه بتاعتي يا ريت يضغط لايك واشتراك.